عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم مع بعض عن إصابة أكرم توفيق اللي مفيش شك بقى بغض النظر عن انتمائك، إن كنت بتشجع أهلي أو زمالك أو أي حتى فريق ممكن يكون موجود في الدوري المصري. أكيد إن أصابك الحزن لإصابة أكرم توفيق. طبعا يعني قدر الله ما شاء فعل، مفيش مشكلة إن لاعب يصاب، ودي أقدار بتبقى مكتوبة علينا كلنا ان احنا نعاني منها، سواء حبينا اللي حصل معانا او ما حبيناهوش. ففي كل الاحوال الصبر بيبقى مهم جدا وهو مفتاح للفرج. عشان كده يعني تأثر الكل بإصابة أكرم توفيق، لكن طبعا كلنا بندعي له إنه يرجع في أسرع وقت ممكن ويشارك مع النادي الأهلي مرة تانية ومنتخب مصر. لأن ما تنساش إن خسارة لاعب بقيمة أكرم توفيق هو مش خسارة فقط لفريقه النادي الأهلي، لكنه خسارة لمنتخب مصر، لأنك بتفتقد اللاعب اللي عنده الروح والجرينتا اللي كلنا بنتمنى إنها تكون موجودة عند معظم اللعيبة. كان هيبقى المنتخب مصر شأن وشأن تاني خالص. لكن خلينا نتكلم عن تفاصيل إصابة أكرم توفيق عشان في كلام كتير جدا، ولغاية دلوقتي ما تحسش إن في بيان رسمي ممكن يكون طلع من النادي الأهلي أو من الجهاز الطبي يقول لك إيه اللي ممكن يكون حصل بالنسبة له والوضع مش إزاي. أولا إصابة أكرم توفيق هي موجودة في الركبة بقطع في الرباط الصليبي للقدم التانية، مش اللي اتصابت قبل كده وحصل فيها قطع في الرباط الصليبي. في بعض الناس طلعت وقالت لك ان اللي حصل هو مش قطع كلي، ده قطع جزئي. خلينا افرق لك ما بين الاتنين كمعلومة طبية رياضية. القطع الجزئي في بعض الدكاترة بتفضل انك انت ممكن تعمل علاج طبيعي عليه وبعد كده بترجع بعد شهر ونص شهرين، لكن هنا بتبقى فيها ريسك او فيها مخاطرة. ليه؟ لان معظم الحالات اللي بيكون فيها قطع جزئي في الرباط الصليبي برضو بيتجه في النهاية ان هو يجري عملية جراحية. عشان كده الجهاز الطبي في النادي الاهلي استقر على ان يعمل اكرم توفيق بعد ما يبقى فيه ترتيبات معينة، يعمل اكرم توفيق العملية وان شاء الله يرجع مرة تانية. طيب، الناس اللي ظلمت كهربا واتكلمت معاه عن قصة ان كهربا هو السبب في اصابته، عايز اقول لكم ان ارضيه ملعب التتش كتير جدا، انا وغيري من الناس اللي اتكلمنا عن سوء ارضيه هذا الملعب. وخلي بالك ما احناش بنقول وجهه نظرنا، ده كل المديرين الفنيين اللي جم يمرنوا النادي الاهلي اتكلموا عن ارضيه الملعب السيئه. مش بقول لك الكلام ده عشان دي تبقى وجهه نظرنا او كلام من هذا القبيل يعني، لكن هي الفكره ان الارضيه فعلا سيئه من ايام ريني فايلر لما كان بيدرب الاهلي. واول ملحوظه قالها لما دخل الملعب قال انا محتاج ان ارضيه الملعب دي يحصل عليها بعض التعديلات لانها ارضيه سيئه. يعني افتكر ان على مجلس اداره النادي الاهلي الفتره اللي جايه ان هو يحاول يشوف حل الموضوع، الملعب ملعب بديل يتمرن عليه اللعيبه لغايه ما يتم تجهيز الارضيه بشكل افضل يليق بقيمه النادي الاهلي وقيمه اللعيبه اللي هتكون موجوده. لانك انت ما تنساش انك بتتعاقد مع لعيبه بملايين مش عشان تخسرها وتدي لها عقودها. انا زي ما قلت لك في مقدمه الحلقه، ده قضاء وقدر قبل اي شيء، لكن القضاء والقدر ليه مجموعه من الاسباب اللي المفترض ان انت تقف عليها وتبدا تركز فيها وتشوف ايه اللي بيحصل. مش معنى ان انا هقول ان اصابه اكرم توفيق قضاء وقدر ده معناه ان انا هشكر في ارضيه الملعب واقول ارضيه الملعب مش محتاجه تغيير. كمان عايز اضيف لك غير اكرم توفيق اللي تقريبا قلت لك معظم الامور اللي تخصه وبنتمنى له الشفاء والعوده سريعا. ايه اللي خلى الاهلي يظهر بهذا المستوى؟ ليه بنقول لك الكلام ده؟ لان خلي بالك اكرم توفيق الاهلي محتاج يدعم بباك يمين ولازم يفكر في المركز ده ولازم يفكر. انا كنت عامل حلقه قبل بدايه الموسم وهحطها لك في خانه الوصف. انا قلت لك وقتها ان الاهلي مش هيتعاقد مع صفقات تانية علشان وجهة نظر إدارة النادي الأهلي إن السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها اللاعبين كانوا بيعانوا من إجهاد. قلنا وقتها إن في وجهتين نظر، وجهة نظر كان بيتبناها الكابتن محمود الخطيب والأستاذ العمري فاروق، وجهة النظر الأخرى كان بيتبناها باقي أعضاء مجلس الإدارة. وهي إيه؟ وهي ان الخطيب قال لك انا شايف ان انا ما عنديش مشكله ان انا ارجع ملف الصفقات ليناير او لاخر الموسم، لاني عندي لعيبه وعندي توليفه لعيبه جيده، انا مش محتاج اتعاقد مع صفقات
بمجرد ما اللعيبه دي تبدا انها تاخد الراحه السلبيه بتاعتها هترجع مره تانية تقدم مستوى افضل. وقلت لك وقتها ان ده كان ريسك بيشتغل عليه الكابتن محمود الخطيب، لانها مخاطره كبيره، مش بالضروري ان اللعيبه اللي ترجع لمستواها بعد فتره الراحه، وده اللي شفناه فعلا. يعني شفت بعض اللعيبه، الشناوي بتتكلم في خط الدفاع لا احد يجيد الا محمد عبد المنعم، ومتولي بيجيد على بعض الفترات. تتكلم السوليه وحمدي فتحي مش قادرين يرجعوا لمستواهم، ديانج برضو نفس الشيء، احمد عبد القادر لفترات. انت بتتكلم في موسم طويل. فانا اعتقد ان مجلس اداره النادي الاهلي عليه انه يراجع نفسه في ملف الصفقات، لان الرهان اللي هم كانوا بيتكلموا عليه ان اللعيبه دي بعد ما ترجع من فتره الراحه هتأدي وهو مش محتاج صفقات، اعتقد ان هم محتاجين ان هم يراجعوا نفسهم الفتره اللي جايه، لان الاهلي محتاج العديد من التدعيمات اللي هتفرق معاه جدا. كمان حاجه اخيره عايز اقولها لك بمناسبه المشاركه في كاس العالم للانديه، ان لازم يكون في حل لحته مهمه جدا. ما تنساش ان مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه هتؤدي الى تاجيل العديد من المباريات في الدوري. فلاحظ عشان ما يرجعش يعاني الاهلي من نفس اللي كان بيعاني منه السنتين اللي فاتوا، ان المباريات دي لما تؤجل ليك هترجع تلعب الماتشات بتاعتك، هيبقى في تأجيلات عشان دوري ابطال افريقيا، لان زي ما انتم عارفين كلكم ان كاس العالم للانديه من يوم 1 ليوم 11 فبراير، وبعدها على طول هتشارك في دوري ابطال افريقيا. اذا هيبقى في بعض المؤجلات اللي ممكن تبقى زياده، اهلي ممكن يتضغط في الماتشات. عشان كده لازم كولر الفتره اللي جايه يبدا يفكر في ان الروتيشن او سياسه التدوير ما بين اللاعبين تبقى موجوده الفتره اللي جايه بشكل اكبر، لان انا شايفه بيعمل روتيشن في 3 4 5 لعيبه بالكتير. المفروض الفتره اللي جايه دي يبقى عنده سياسه انه يعمل تدوير لاكبر عدد من اللاعبين. عندك كاس عالم للانديه هيؤجل ليك مباريات في الدوري وهتضغط في مواعيد ممكن تخليك تفقد بعض النقاط لو انت ما عندكش سياسه الروتيشن او التدوير بشكل جيد. عندك دوري ابطال افريقيا، عندك كاس مصر، بطولات كتير، محتاج ان اللعيبه كلها اللي موجوده في القايمه عندك، او على الاقل اللي انت ممكن تكون مقتنع بمستواها، محتاج ان اللعيبه دي تكون رجليها في الملعب بشكل مستمر. اشوفكم في حلقات جديده.